النادي الاهلي راح جاب اعظم لعيب ناشئ في تاريخ الكره المصريه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمد فريسكا احييكم من نص الملعب. قلت لك يالا اهلاوي ولا ما تخليش حد يضحك عليك. عمالين يقول لك حسين الشحات رايح باريس سان جيرمان ومحمد عبد المنعم رايح مانشستر سيتي. اسمع يا اهلاوي يا فاهم، انت راجل واخد حاطط على القاره كلها، انت راجل الدنيا كلها عماله تقول النادي الاهلي النادي الاهلي. فامتى بقى يبتدي الاعلام اللي هو بتاع يعني الاعلام انتوا عارفين ان شويه الاعلاميين بتوع المخلل دول يطلعوا يقول لك عروض تنهال على لعيبه النادي، احنا خدنا كاس العالم للانديه. بص يا عم حبوسه بالله عليك، عشان احنا عمالين نقول للناس اسمعوا الكلام اسمعوا الكلام، ما تخلوش حد يقعد يضحك عليك. عد لي كده يا عم حبوسه بالله عليك ان انا قلت لحسين الشحات اهلاوي من غير اي كلام. انا قلت لك يا باشا يا حسين الشحات سايب العين ومضحي بملايين مقابل النادي الاهلي، فمش هيجي حد يزايد على الكلام ده. النهارده تاني بيقول لك عقد لحسين الشحات. طيب عقد لحسين الشحات وهو الراجل في عز ما كان بيلعب في الامارات وبيلعب في كاس العالم وكان في العين وكان مكسر الدنيا، ضحى بملايين ملايين بجد، ارقام خياليه. حسين الشحات ضحى بيها عشان يرجع النادي الاهلي، فمعقول بالعقل والمنطق في عز ما حسين الشحات بدا يتالق مع النادي الاهلي هيمشي؟ فيا عمنا كل سنه وانت طيب، ما تخليش حد الاول بس كده اعمل لايك عشان نوصل الحلقه دي لاعلى عدد من الناس، عشان الناس ما تقعدش يضحك عليها. اخواتنا الاهلاويه ما حدش يضحك عليك، النادي الاهلي ماشي صح، الاهلي مش هيفرط في لعيب. يا راجل ده ياسر ابراهيم وقع للاهلي، انت متخيل؟ افرح كده بالنادي الاهلي وابتدي ركز في اللي جاي، وابتدي بقى خد الصفقه اللي هي هتجنن كل الناس، الصفقه اللي الناس كلها مفكره ان هي جايه مثلا. لا، الصفقه دي صفقه مدويه هقول لك عليها دلوقتي يا حبيبي، لان انت مهما راح بخيالك مش هتتخيل مين وقع للنادي الاهلي. الاهلي شغال، الاهلي عنده ناس شغالين، ما تخليش حد يضرب تحت الحزام. بن شرقي اهلاوي، تخيل انت بقى بن شرقي يوقع للنادي الاهلي. يعني كل الناس كانت بتتكلم عوده بن شرقي لنادي الزمالك، نادي الزمالك بيخلص في بن شرقي على طول، بن شرقي بيوقع للنادي الاهلي، ودي صفقه القرن بقى زي ما بيقولوا. وزي ما انا قلت لك ما تخليش حد يضرب استقرارك، ده كل الناس عايزه تيجي النادي الاهلي. النهارده محمود حماده الزمالك حاطط فيه مبالغ قويه جدا، والزمالك داخل في الصفقه بقوه، ولكن الراجل قالها صراحه، قال لك انا عايز العب للنادي الاهلي. طبعا كل الناس بتقول لك احنا عايزين تدعيم في خط الظهر، النادي الاهلي هيسكت؟ لا ما سكتش، النادي الاهلي راح جاب اعظم لعيب ناشئ في تاريخ الكره المصريه، دي من وجهه نظري. عمر فايق 20 سنه، لعيب قوي جدا بدنيا، فكره عالي قوي، انت عارف بتتكلم كده يعني بدر بنون الثاني. الاهلي خلص معاه بشكل رسمي، اللعيب ده اضافه قويه جدا جدا لخط ظهر النادي الاهلي. زي ما قلت لك النادي الاهلي بيعمل صفقات عظمه، ما تقعدش ما تخليش حد يلعب لك في ودنك يا اهلاوي، وما تخليش حد يشكك في قدرات الناس اللي شغاله جوه النادي الاهلي. انت واخد بطوله افريقيا ورايح كاس عالم، مفيش اي لعيب هيخرج من النادي الاهلي باستثناء حمدي فتحي. وبس كده يا عمي، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.